السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة كرة رياضة اتش دي. مرحبا بكم في هذا الفيديو. أعلن نادي دحيل القطري عن تعاقده رسميا مع المغربي الدولي حكيم زياش، وذلك بعد انفصاله عن نادي غالاتا سراي التركي. ويأتي هذا التعاقد يمثل أول تجربة لزياش في الخليج العربي بعد مسيرة حافلة في أوروبا. ويبلغ زياش من العمر 31 سنة، وبدأ مسيرته الكروية في نادي هيرفين الهولندي قبل أن ينتقل تيفينتي ثم أياكس أمستردام عام 2016، حيث لعب دورا بارزا في تحقيق الفريق للعديد من الإنجازات. وفي عام 2020 انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي قبل أن ينضم إلى غالاتا سراي التركي في صفقة انتقال دائم الصيف الماضي بعد قضاء فترة إعارة مع النادي التركي. وخلال فترة وجوده مع غالاتا سراي هذا الموسم شارك زياش في 11 مباراة، لكنه لم يكن من بين التشكيلة الأساسية بشكل دائم، مما أثار تساؤلات حول مستقبله مع النادي. ويأتي انضمام زياش إلى دحيل في وقت يتصدر فيه الفريق دوري نجوم القطر تحت قيادة المدرب كريستوف جيليتي، حيث يمتلك الفريق 29 نقطة بعد 13 مباراة. ومن المتوقع أن يعزز زياش من قوة فريق الهجومية لفريق دحيل، خاصة مع خبرته التي اكتسبها في الدوريات الأوروبية. وكنشكركم على المتابعة، وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة تشجيعا لنا لتقديم المزيد إن شاء الله.